السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة زي ما انتم شايفين كده هعمل معاكم الزبادي، وهعمل البلح باللبن او التمر باللبن. يا رب يعجبكم. اول حاجة طبعا انا محضرة 2 كيلو لبن، غلياهم وسبتهم لما يبردوا خالص، لما يبقى اللبن كده دمع العين. مفصصة البلح زي ما انتم شايفين كده، وشطفاه شطفة سريعة. هاخد حوالي نص كيلو لبن، هحطه على البلح كده دافي، واركنه بقى لغاية ساعة الفطار. بس ده البلح باللبن بتاعنا او التمر باللبن، حلو قوي على الفطار. ولادي بيحبوا يجرحوا صيامهم بيه. طبعا محضرة كوباية زبادي، ودوت لو انت عاملة بقى الزبادي بعد كده ما بتحتاجيش ان انت تشتري كوباية الزبادي، بتاخدي من الزبادي اللي انت عاملاه. هنا اخدت شوية لبن صغيرين فككت بيهم الزبادي زي ما انتوا شايفين كده، وهحطهم على كمية اللبن اللي معايا. هنا حوالي كيلو ونص لبن، انا حطيت عليهم كوباية كبيرة من الزبادي. قلبت الزبادي بقى كويس كده ورحت حطاه على اللبن، بقلبه كويس، وهجيب الهاند بلندر بتاعي واروح ضربة اللبن كله كده ضربة حلوة، عشان اتأكد طبعا ان مفيش زبادي، مفيش تكتلات من الزبادي في قلب اللبن. لازم اتأكد ان هو كله اتضرب كويس. ضربته كويس زي ما انتوا شايفين كده. الزبادي في البيت طبعا حلو جدا وموفر جدا جدا جدا، وانا عن نفسي ما بتسحرش بالليل الا بالزبادي. فانا دايما بعمله، لازم اول ما بيخلص بروح عاملاه تاني. ودايما عندي طول رمضان انا عامله زبادي في البيت، لانه فعلا موفر جدا عن ما تشتريه من بره. هنا بعد ما ضربت اللبن، الكبشة الصغنونة بتاعتي دي بقى كده، وببتدي احط في الكوبايات اللي انا محضراها. طبعا ممكن بقى اللي انت عايزاه، عايزة طواجن، عايزة كوبايات، حسب رغبتك وحسب ما بتحبي تاكلي الزبادي. هنا انا حطيت اللبن كده زي ما انتوا شايفين، بملى الكوبايات بتاعتي لغاية كمية اللبن كلها ما تخلص. واحدة واحدة كده، ما برتبطش بعدد معين. انا بعمل كمية اللبن اللي عندي، ان شاء الله يكون عندي نص كيلو لبن بس. معاكي بقى تعملي الكمية اللي انت عايزاها. انا بعمل مرة واحدة كده، بعمل كمية حلوة عشان خاطر بحطه في التلاجة، بحط عليه استريتش كده، وبشيلها طبعا لغاية ما بيخلص، بروح عاملة من جديد. بيبقى موجود عندي بقى لأي حاجة بتحتاجيها، بيبقى موجود عندك الزبادي في البيت. بيريحك جدا للسحور وللفطار كمان، لما بكون بعمل فراخ، بعمل حاجة بتبل بيه. فبينفع فعلا طول شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. مليت الكوبايات بتاعتي اللي انا محضراها فات شوية. هظبط الكوبايات بتاعتي كده، واجيب كوباية احط فيها الحبة اللي فاضوا دول. بصوا الكمية اللي طلعت، ده كيلو ونص لبن. طبعا لو اشترينا الكمية دي من بره، طبعا الكوباية بتاعت الشارع بتبقى صغيرة جدا، ما بتحسيش اصلا ان انتي كلتي زبادي. فدي كوباية حلوة قوي معقولة. الواحدة منها فعلا يعني كفاية قوي للسحور. بيبقى حلو ونضيف وضامنينه. زي ما انتوا شايفين كده، عملنا البلح باللبن وعملنا الزبادي. بجيب مية سخنة بقى بحطها في الصينية. انا بعد ما حطيت في الصينية دي حسيت انها صغيرة عشان احط الكوباية التانية. بحط شوية خل طبعا في الصينية عشان خاطر الألمونيا بتاعتي ما تسودش. هغير الصينية بسرعة كده عشان احط الكوباية التانية. بس هنا حبايبي غيرت الصينية، حطيت فيها الكوبايات بتاعتي كلها، مولعة الفرن مسخناه. طبعا انا بحط مية تاني عشان خاطر انا دلقت الاولانية لانها كانت في الصينية. حط برضو شوية خل. الخل ده طبعا عشان الألمونيا اللي ما تسودش من المية السخنة. انا هنا طافية الفرن. بعد ما سخنته هحط الزبادي لغاية ما يخمر. حوالي 4 ساعات 5 ساعات، بعد كده بنحطه في التلاجة.
هنا الزبادي بتاعي اهو كان طلع خلاص زي ما انتوا شايفين كده، فعلا الله على الجمال. زبادي حلو جدا، القشطة عليه يعني فوق ما تتخيلي. شايفين؟ بصوا الزبادي ما بيتحركش، وفعلا من جوه كريمي جدا جدا جدا. طبعا هنا انا كنت صايمه بقى، يعني ما دقتوش قدامكم ولا حاجه، لان احنا هنا كنا قبل الفطار. شايفين الزبادي؟ بصوا القشطه، انا بحاول اوريكم القشطه اللي على الكوبايه. وده كده بقى كان نهايه الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، ويا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الزبادي بتاعي ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم. طبعا رأيكم يهمني، هستنى رأيكم في التعليقات. اعملوا الزبادي وفعلا مش هتندموا. احلى زبادي من ايد ماما هالة، يا رب يعجبكم. باي باي.